مرحبا، أنا ميرا من قناة عالم ميرا، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد بس فيديو اليوم لحالي. بس تخافوش مش مقلب ولا تحدي ولا فلوق ولا أي شيء. اليوم عنا مناسبة في العيلة. طبعا زمان ما حضرت مناسبات. أنا اليوم كتير مبسوطة ومتحمسة، يعني بكرة حتكون عنا المناسبة واليوم لازم أطلع وأجيب الأغراض وهيك. أنا من زمان ما حضرت مناسبات، يمكن من سنتين أو من سنة. حتى لما يكون عندنا أعياد ميلاد أو إشي نعمل هيك إشي صغير وإشي خفيف، لأنه زي ما أنتم بتعرفوا إنه في حرب في غزة. فالحمد لله الحرب خلصت. هو يعني الحرب خلصت بس في ظروف في غزة، بس إنه يعني الحمد لله خلصت. وبكرة يا جماعة عندنا حفلة خطوبة، وللأسف أنا ولا إشي محضرة. كنا على أساس إنه ما نروحش وهيك، بس قلت لا ما بينفع لازم نروح. ومتخيلوا انه انا لازم اشتري كل حاجة بيوم هذا، بس بكرة حفلة الخطوبة. فاذا ما اشتريناش كل شيء اليوم رح نروح بورطة. اكيد انتم مصدومين، ليش انت يا ميرا سبتي كل الايام واجيتي تجهزي حالك قبل بيوم؟ يعني ايش الهبل هذا اللي بتعمليه يا جماعة؟ انا كنت طالبة بالاونلاين، ففجأة لقيت مكتوب تحت، الحمد لله اني لاحظت هذا الاشي، مكتوب انها حتوصل لي بعد الحفلة بيوم. وكمان خفت انه حتى لو استعجلتها ممكن تجيني تطلع مش على مقاسي هيك. فقلت لا، بخاف اطلب عن الاونلاين يطلع مش ظابط على جسمي، شكلها مش حلو. فانا في تخيل فستان براسي بيشبه هيك اللي في الاونلاين شفته. فحنطلع اليوم وقالب السوق كله عليه، وبس الاقيه رح اصور لكم. بدنا نروح على السوق وان شاء الله الاقي الاشياء اللي بدي اياها، لانه اذا ما لقيت ما رح اروح على الحفله. حتى لو رحت حروح بطقم، وما بحب اروح على هيك مناسبه كتير كبيره وقرايبنا كتير، فعيب انه اروح هيك شكلي مش مرتب. فانا قلت لازم اشتري فستان بسرعة. فالاشي كتير صعب، وربنا ان شاء الله بسهلها معايا وحلاقي كل الاغراض اللي بدي اياها والاقي الفستان اللي بدي اياه عشان احضر في حفلة الخطوبة. وخليكم معي. وهذا هو الفستان، ولبقت عليه هذا الاشارت هيك فيه 5 نجوم. بس بابا جاب لي هذا الاشارت كمان، بس هو اختار هذا، يعني هو اللي اختار هذا. انا جبت التنين يا ميرا على اساس تختاري منهم واحد، بس حاسس انه النجم الصغيره هي نجمه البحر هاي كبير، شايفين؟ حاسس انها احلى. فانه ايش رح ناخذ هذا والفستان. لقيت ايش ضايل الاكسسوارات، طبعا مع الاكسسوارات مع تسريحه الشعر يا ميرا كل اشي ببين. طبعا حجيب كعب، ويعني انه فرح مش حجيب بوت، فانه خلص رح اجيب كعب مره. فرح اجيب هالقد كعب عليه وشويه اكسسوارات، ومع التسريحه عندي الكوافيره. طبعا قبل شويه رحت حجزت الكوافيره، حيطلع كتير حلو وحفرجيكم لكم بالاخير. الحمد لله وصلنا البيت. طبعا يا جماعه تعبت كتير. الحمد لله خلصنا تسوق، بس ضايل هيك اشياء بسيطه حاشتريها بكره من الصبح. هيك حفظ بس واروح اشتريها. والله يا جماعه تعبت كتير. تخيل طلعت من الصبح تقريبا الدنيا ليلت، والله تعبت كتير. حتى بابا يا حرام تخيلوا باخر شوي لحق قبل المحلات تسكر، ضل مشغول معي وزعل كتير انه ما لحقش يشتري اواعي له، ولا لحق يشتري بوت، ولا لحق يشتري اشي. مرحبا يا جماعه. طبعا انا اشتريت يعني اغراضي. قديش يا ميرا احكي لهم بالصراحه قديش اشتريت اغراضي؟ اشتريت جاكيت وبلوزه وبنطلون وبوت. 5 دقايق بابا، كتير 5 دقايق المحل كان راح يسكر. المحل بقول له ومين السبب يا ميرا؟ يمكن انا. يمكن اكيد من الصبح يا جماعه لتقريبا لبعد العشاء واحنا بنلفلف لميرا. عن جد تعبنا كتير. وانا اليومين اللي فاتوا كنت على اساس انه معايا وقت وهيك، فما كنت طالبه فستان اونلاين. بس بعدين فجأة لا، ورحنا على طول هيك وندور، قلبنا السوق كله. وبابا يا جماعة بده يحلق شعره وبس ما في حلاق، كلهم سكروا بسببك يا ميرا وبسبب مشترياتك. كان حاجز موعد ما حلقتش يعني، والله حاجز موعد مع الحلاق. حاجز موعد وراح يحلق. الحلاق حكى له انا سكرت خلص. ما احنا وقتاش رحنا له؟ انا كنت حاجز الساعة 3 العصر تقريبا، الساعة كانت 8 ونص. يعني احنا رحنا 8 ونص لما رحت للحلاق. فما قدر بابا يحلق. مش مشكلة يا ميرا، بكرة ان شاء الله بحلق. بكرة المناسبة، بكرة لازم نصحى. مش مشكلة، المناسبة اخر نهار فان شاء الله بلحق. الحمد لله على المغرب، يعني بنلحق نعمل اشياء كتير بالصبح.
بابا بكره الصبح رح يطلع هيك حجز موعد عند الحلاق واحد جديد، يعني موعد جديد، وبكره رح يروح يحلق. مش مشكلة يا أميرة، المهم الحمد لله إنه أنت اشتريتي أغراض وعجبوك. بس الحمد لله صار معنا مواقف كتير بشعة. اول اشي قعدنا ندور فوق يعني ساعتين 3 ساعات ومش لاقيين فستان، ولحد ما رحنا على محل شفت فستان سهري كتير حلو، بس للأسف كان بده خياطة من هيك، يعني بده شد شوي لأنه كتير كان واسع، هيك بمشي ممكن يسحر، فمش حلو هو واسع. وقالت لي إذا بدك بخيط لك إياه، قلت لها واو يا ريت بتخيطي لي إياه، قالت لي بخيط لك إياه، قلت لها متى أجي آخده؟ كمان ساعة، قالت لي شو ساعة؟ من هلا بكره لسه بدنا نروح عند الخياط وهيك وهيك، فبترجعي لي بكره عشان تاخدي الفستان. والمشكلة هنا إذا رجعت لها بكرة والفستان لما ضيق ممكن يكون تغير شكله مش حلو، فهنا ممكن ما ناخدهوش. خفت اتورط وقلت لها خلص الغي على الموضوع كله، ما بدي الفستان. وقعدنا ندور على محلات كتير، ورحنا على محلين، شفنا فساتين كتير بس نظامهم كيف يا جماعة؟ اول شي منفوش هيك زي فساتين العرايس، تاني اشي كان كل مقاساتهم يعني من سنة ل11 سنة، وانا عمري 13 فما بيجي على مقاس المحل هذا. حتى انا وبابا يا جماعة رحنا على محل هيك بالسوق، رحنا شفنا الفساتين برضو نفس المشكلة، من عمر سنة ل11 سنة. ما صورت لكم لانه ما كان معي وقت ابدا، لو بدي اركز بالتصوير ما رح الحق اشتري اشي، وكان لازم اركز بسرعة هيك تخيل ادخل على المحل، اذا تأخرت دقيقة بابا يصير استعجلني، يلا سقعدوا سكر يا جماعة، ومعناش وقت اصلا المحلات كلها بدأت تسكر. هلا انت خليني اعرض لكم الاغراض. جبنا الفستان الحمد لله، حتشوفوا اياه، هي الفستان خليني اورجيكم اياه. جبت فستان باللون الاسود وسادة كمان متخيلين، بس راح احط عليه قشاط، جبت قشاط زي ما شفتوا في المحل، كان في 2 اوبشن بس اخترت واحد وراح افرجيكم اياه هلا. انت يا أميرة كان في بالك تشتري الأسود ولا بس عشان يعني ما لقيناش إلا هذا الموديل؟ لا اصلا انا اللي كنت شايفاه اسود برضو. لا، اللي كنت شايفاه على الصفحة في الأونلاين أسود. هذا هو الفستان، فستان كتير حلو وناعم، وحجيب عليه لسه جاكيته كمان، هيا حجيب عليه. بتعرفوا هدول الجاكيتات اللي طالعين الترند هدول اللي فيهم ريش وهيك، تبعون الشتا الصوف هدول ما احلاهم، فرح اجيب وحده، يمكن اجيبها يا بيضه يا اوف وايت يا كحلي، اشي زي كده. لا كحلي يا أميرة مش راح يطلع حلو. قصدي شو اسمه، بيضة أو أوف وايت حيطلع حلو. زي كده. هاي بس إن شاء الله بس نلاقي الجاكيتة يا أميرة اللي بدك ان شاء الله إياها. بكره حروح وادور عليها. إذا ما لقيناش حنتورط يا أميرة، بعطيكي جاكيتة. ايه لا هذا الفستان تمام. خليني افرجيكم الاشي اللي بعده. جبنا كمان قشاط، هذول يا جماعة طالعين ترند، مش حزام يعني حزام، ما بحب الحزام، هذول طالعين ترند اكيد كل الناس بتعرفهم. هذا هو زي كده، شايفين بيكون في نجوم زي كده من هان، وبيجي على الفستان هيك شكله كتير حلو. انتوا شفتوه بالمحل هيك كيف كان في يا جماعة 3 نجوم، بس هيك كل نجمة هالقد كبيرة كتير، فحسيته دفش ومش حلو، هيك انعم واحلى. هيو هذا اللي جبته، طبعا شفتوه لما لبسته في المحل، بس انه مش حيطلع زي كده بالاخر لما تجهز واعمل اشي وهيك. حجزت كمان عند كوافير عشان اعمل شعري واشياء زي كده، حيطلع عن جد اشي كتير حلو. واشتريت هذا الكالون لانه الفستان كتير قصير وحطلع فيه. هيو وجبت كعب اكيد طبعا، والله رحت يمكن على 4 محلات بس عشان اجيب الكعب المناسب. انا ما بدي كعب ابيض وما بدي كعب اسود وما بدي ولا اشي، بدي يا توتي هذا الفاتح اللي اكيد بتعرفوه، هيك توتي وحلو، توتي على اسود، يا ذهبي، غير كده ما بدي. وانا الاوبشن اللي في بالي مش لاقياه بولا مكان، متخيلين بولا مكان. فالحمد لله بعد محلات كتير قدرت اجيبه، الحمد لله قدرت اجيبه. خليني افرشك اياه. دورت على محلات كتير لحد ما جبته، متحمسين. هيا هذا هو الكعب، شايفين؟ هيا كتير عجبني وكتير حبيت. انتو
شايفينه اكيد بالفضي بس هو على الواقع ذهبي. يعني ماما كانت مشتريه لا مبين يا أميرة، مبين إنه ذهبي مش مبين اسمع، فضة. ماما كانت شاريه واحد ذهبي، لو فرجيتكم تبع ماما حتحسوا بفرق كبير. يعني هذا ذهبي هيو. طبعا الكعب اللي اشتريناه انا وماما زي هذا الكعب نفس الاشي، بس كعب ماما اطول شوي. انا حبيت يكون قصير هيك احلى وبالبقلي اكثر. كعب ماما رفيع كتير هيك، بتعرفوا اللي هو برفيع، بس انا حسيت انه خلص بيلبق على الفستان وبالبقلي اكثر من هذا. خليني افرجيكم شو جبت الاكسسوارات. طبعا يا جماعه ملحقتش اجيب ولا اكسسوارات ولا الجاكيته. للاسف ملحقتش اعمل كل اشي، المحلات كلها سكرت، السوق كله سكر، فيش الا انا في السوق الوحيده. فقررت انه بكره اطلع من الصبح اكمل. بس تعالوا افرجيكم شو جبت. اوبشنات. اول شي جبت اظافر، لانه هذا فرح لازم اركب اظافر، اي حد يركب الافراح اظافر. جبت هدول الاوبشن. هذا اول واحد، هيو، وهذا تاني واحد كتير حلو. بس على الاغلب اني راح اركب هذا ومعاه المبرد وهدول. طبعا انا حركب هدول لانه هيك اوف وايت وفي ابيض كتير عجبني، فمتاكده اني راح اركب هذا مش كتير يعني، بس جبته انه للاحتياط بلاش هيك اشي احتاج هيك، فعلى طول جبته. وجبت هدول، استنوا افتحهم. هدول يا جماعه اكيد بتعرفوها، هدول بنحطوا على الاظفر بصير يصير السمك، بس ما بعرف اذا حستخدمهم او لا. هيهم هدول بيجوا مع الاظافر. وهذا السمغ انا ما بثق فيه كثير، تخيلوا بركب الاظفر بعد شوي بوقع، فجبت هذا السمغ. هذا السمغ اصلا مخصوص للاظافر، هيو مكتوب عليه للاظافر، كثير حلو. هيو هذا اصلا دائما بستخدمه، طول عمري بستخدمه. وجبت كمان اكسسوارات، بس يمكن جبت اكسسوارات قليلة، يمكن بكرة اعدل عليهم وهيك اشي. جبت هدول الحلو هيهم، وجبت هدول الخواتم بس مش واضحين كتير بالكاميرا لانهم صغار ولسه بالكيس هيهم. ويمكن اجيب اشكال تانية ما بعرف. وجبت كمان هاي الاسوار، استنى افرجيكم اياها، كتير حبيتها. عليها هيك اشكال، عليها هاي وعليها حرف الام وعليها هاي، كتير حبيتها. انا جبت اشياء كتير ويمكن البس اشياء واشياء لا لسه ما بعرف. جبت كمان هاي الاسوارة وهاي، هدول التنتين، بس على الاغلب انه انا حلبس تنتين مش حلبس كل هدول، كتير هدول. كمان جبت هدول الحلو، بس انا فتحتهم عمال قبل الفيديو عشان ايش؟ انا صورت قست كل شيء، قست الكالون والكعب والفستان كلهم مع بعض، فرجيتهم لماما وبابا، فتحت كل شيء. بس انا حفرجيكم بالنهايه لما اخلص من عند تسريحه الكوافيره وكل شيء، حتكون كتير شكل حلو. جبت هدول الحلو لسه جداد، وجبت هدول الحلو، هدول على الاكيد رح البسهم. استنى افرجيكم ايهم، هدول على الاكيد رح البسهم، حتى ماما قالت لي انه هدول احلى من هدولك، فرح البس هدول بكره ايهم. وجبت كمان هدول. طبعا جبت اكسسوارات كتير بس مش كلهم حلبسهم، لو ايش مش حلبسهم كلهم، بكره حشوف ايش بلبق اكتر وحلبق واعمل. جبت هذا الخاتم ذهبي برضو، طبعا انا جبت كل اغراضي ذهبي لانه الفستان اسود، ما بلبق عليه فضي الاسود. هو بيلبق بس عشان هذا الحزام ذهبي فما بلبق فضي على ذهبي. وجبت هاي الاسوارة، كثير بحب الاساور اللي زي كده. تمام، وهيك خلصوا اغراضي، وبكره حفرجيكم التسريحة والميك اب وكل اشي. متحمسة كتير، ومن زمان ما حضرنا افراح او خطوبة او اشي هيك، زمان كتير زي ما بتعرف عشان اجواء غزة هيك. فاخيرا اجى الوقت اللي انا راح احضر فيه هاي الخطوبة من زمان بستناها. وهيك استنونا لبكره، انا كتير متحمسة. بكره حفرجيكم الميك اب وشعري ولبسي. وهيك خلصت، وراح افرجيكم كل التجهيزات اللي عملتها. وهذا هو الجاكيت الابيض اللي جبته، طبعا عملت شعري والميك اب واللوك كتير كان حلو. ورجعت لكم من تاني وخلصت حفل الخطوبة،
عن جد كان يوم كتير حلو والفعاليات حلوة وكتير انبسطنا. حتى ماما كانت معي يعني هذا أحلى إشي، بس بابا وكريم كانوا بصالة تانية. بس عن جد كتير الأجواء كانت حلوة. ألف 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 مبروك. وهيك خلصت اليوم. تسووا لايك وشير وسبسكرايب، أنا كتير بحبكم.